ساعات بتبقى لابس نضارتك وبتقعد تدور عليها، او بتحس انك ما كنتش عارف تركز. لا يا سيدي ما تخافش، ما عندكش الزهايمر مبكر، ممكن نقص الفيتامين ده يكون هو السبب. ركز معايا لنهايه الفيديو وشوف، لو عندك اعراض تانية من اللي هقولك عليها غير النسيان يبقى انت عندك نقص فيتامين بي 12. انا دكتوره ساندي العسال وهنا ABC تغذيه. فيتامين بي 12 من اهم الفيتامينات للجسم، فمهم لتكوين السيروتونين والدوبامين. فلو عندك نقص هتحس ان مودك دايما وحش وعندك اكتئاب. كمان لو بتحس بتعب مستمر ودوخة او بتنام كتير ممكن كمان يكون عندك نقص. وممكن لو عندك انيميا يكون برضو سببها نقص الفيتامين ده، لانه مهم في تكوين كرات الدم الحمراء. وتصور ان لو عندك مشاكل في القولون او امساك ممكن يكون كمان سببها نقص فيتامين بي 12، لانه بيأثر على صحة البكتيريا الجيدة في الامعاء، وكمان نقصه بيبطئ حركة الامعاء فبيسبب الامساك. اما لو بتحس بحاجة بتشكك في ايدك او في رجلك زي الابر، وساعات عضلاتك بتوجعك، او ساعات يحصل لك تنميل في ايدك او في رجلك، او التهاب في نص الوش، فاكيد عندك نقص فيتامين بي 12، لان الفيتامين ده مهم لتكوين طبقة الميلين شيس اللي بتغلف الاعصاب، فبتزود سرعة تمثيل الاعصاب. ده غير انه بيأثر على الشعر والجلد والاظافر، فنقصه بيعمل حب شباب وتصبغات او اظافر لونها رمادي غامق. ونصيحة مني، لو عمرك فوق ال50 او كنت فيجن او بتاخد ادوية حموضة كتير، فكده كده ادوية الحموضة بتقلل حمض المعدة اللي مهم جدا عشان امتصاص فيتامين بي 12. وكمان مع تقدم السن حمض المعدة بيقل، هتلاقي امتصاص فيتامين بي 12 قل، فتأكد ان ما عندكش نقص. اما بقى العرض الخطير لنقص فيتامين بي 12 هي سرعة ضربات القلب، وانها بتعدي 100. فقبل ما دماغك توديك لأمراض خطيرة اتأكد ان ما عندكش نقص فيتامين بي 12، لان الحل ساعتها هيكون بسيط جدا. وزي ما دايما بقول، ما تاخدش اي مكملات غذائية الا لو عندك نقص، واهتم باخده من المصادر الطبيعية. مع ABC تغذية، اتعلم تغذية تكسب صحتك.